يومكم سعيد. النهاردة هنتكلم عن التعب بتاع أعراض الصعود، وده مش تعب الشغل ولا تعب السهر ولا حتى تعب الحزن على حاجة بعينها. أنا أقصد التعب من النوع التاني اللي انت بتكون مش عارف هو جاي منين. بتبقى صاحي بعد نوم طويل وهادي وبرضه قايم تعبان، أو حتى التعب التاني اللي انت برضه مش عارف تحطله اسم. كل الحكاية طبعا إنك بتمر بأعراض الصعود، وأكيد طبعا تاني زيارة الطبيب للإطمئنان على صحتنا لما بنحس بأي حاجة مختلفة فيها أمر مفروغ منه، ولازم نعمله دايما أول ما نحس بتعب. أنا هنا هفترض إنك فعلا زرت الطبيب الحمد لله واطمنت إن كله تمام، بس برضه لسه مجهد بدون سبب، لسه بتمر بأعراض غريبة عليك. دي كلها لأنك بتكون وسط عملية الصعود. بس الأول يعني إيه هو أصلا الصعود الروحي؟ أغلبنا الحقيقة بيكون فاهم إن الصعود الروحي معناه إنك بتطير وبتفضل عايش في حالة من السلام 24 ساعة في اليوم، والحقيقة إن ده لسه شوية يعني ما حصلش. إن شاء الله هيحصل قدام لناس أكتر وأكتر. لسه بنمر ببرامج عقلية ونفسية وروحية بنعالجها شوية شوية ونفككها كده، وكل ما بنفك برنامج وبرمجة منهم الحمد لله بنحرر نفسنا أكتر وأكتر. أنا بس مش عايزة الناس تقول على نفسها إنها فاشلة لأنها مش سعيدة، أو لأن طريق الصعود بتاعها طول شوية، أو لأن هي محققتش كل النتائج المرجوة اللي نفسها فيها، لأن ده بياخد وقت يا جماعة. مش قصدي إنه مستحيل يعني أو صعب الحدوث، إنما هو بياخد وقت. السعادة التامة والتناغم التام مع الحياة بيتم على مراحل. يلزمنا الأول عشان نوصلها هو إننا نتخلى عن برامج عقلية ونفسية كتيرة قوي منعانا إننا نوصل للحالة الجميلة دي ونفضل فيها. الصعود في الحقيقة يعني هو بيكون عملية انتقال في الوعي، يعني انتقال وعيك من البعد الثالث اللي بيتأسس على الخوف والانفصال لأبعاد تانية أعلى بتتأسس على الحب والوحدة والترددات النورانية. أما وعيك بيتنقل وبيصعد، بيترتب لك العالم من حواليك علشان يعكس لك الجمال اللي بقى موجود جواك. يعني الانتقال ده مش بس بيكون فكرة كده أو شعور انت بتحسه، إنما هو كمان تغيير بيولوجي وطاقي حقيقي تقدر تلمسه بإيدك وتشوفه بعينك. وبيحصل كمان على فكرة على مستوى الخلايا ومستوى الحمض النووي ومستوى الجهاز العصبي، وفي نفس الوقت على مستوى الروح والعاطفة والوعي والجسد. الأعراض اللي هنتكلم عنها النهاردة هي صوت العملية دي جوه جسمك وروحك، وهنتكلم عنها على 3 مستويات: الجسد المادي والجسد العاطفي والجسد الطاقي، لأن الصعود مش بيفرق بينهم وبيشتغل على الكل. تعالوا بينا نبدأ أولا بالكلام عن أعراض الصعود الخاصة بالجسد المادي، ودي المرحلة اللي بتبدأ أول ما تحول الأبعاد الحمد لله بيبان على الجسم. يعني بتكون كده علامات مادية واضحة توضح إنك فعلا بتتنقل في الأبعاد. أول حاجة بتحصل مثلا زي الإرهاق اللي ملوش تفسير. والإرهاق هنا هو مش التعب المادي العادي اللي هو بتاع أنا رحت الجيم بعد الشغل وما نمتش حلو امبارح فقمت من النوم مرهق، لأن التعب العادي ده بيجي أصلا بعد مجهود وبيروح بعد راحة ونوم. إنما تعب الصعود بيجي من غير مجهود وما بيروحش بالراحة وبالنوم، بالعكس أحيانا كمان بيزيد بعدهم. والسبب إن جسمك بيشتغل في الخفاء على عملية إعادة هيكلة ضخمة على مستوى الخلايا. العلم الروحي بيسميها ال DNA activation، يعني تفعيل أجزاء من الحمض النووي كانت نايمة مش مفعلة، وبتتفعل طبعا جواك، وده بيحتاج طاقة هائلة من الجسم المادي. كمان في ناس بدأوا يلاحظوا إنهم بدأوا يصحوا بالليل كتير، بالذات ما بين الساعة 2 و5 الفجر. لو بتصحى في الساعة دي بشكل متكرر يعني من غير سبب، فاعرف إنها مش صدفة، لأن الساعات دي بيسموهم the witching hours أو ساعات الفجر الكاذب، اللي فيها الحجاب بيكون بين العوالم يعني في أرق حالاته. يعني الساعة أو الساعات اللي بتكون فاصلة ما بين انتهاء الليل وبداية الشروق.
الأرض كمان في الساعات دي بتعمل كده زي سكاننج لكل الأجسام والمخلوقات اللي على سطحها وجواها، بتعمل لهم سكاننج أو كشف طاقي كده، وبتجدد لهم طاقتهم من أول وجديد. وبالتالي جسمك الطاقي في الفترة دي بيتلقى ما يسمى بالإنرجي داونلودز أو التنزيلات الطاقية والترددية، بتحصل لك أثناء الفترة دي، وكمان بتحصل لك أثناء الأحلام والنوم. علشان كده بنقول إن النوم في فترة الليل مهم جدا. الناس اللي حياتهم ملخبطة بيناموا الصبح وبيصحوا بالليل، للأسف بيأذوا جسمهم الطاقي وبيسببوا أذى كبير لهالتهم وهم مش عارفين. أحيانا التنزيل بيبقى قوي جدا لدرجة إن الجسم المادي ما بيكونش قادر يفضل في حالة سكون وسط الطاقة دي، فبيصحيك. أحيانا بيكون من المطلوب منك يعني إنك تصحى علشان يكتمل التفعيل، فبتصحى. وأحيانا المرشدين الروحيين بيستخدموا الوقت ده للتواصل معاك، لأن زي ما قلت الحجاب بيكون رقيق جدا. وأحيانا بالنسبة للبعض هم بيكونوا بيحلموا وبيقوموا بعمل الظل بتاعهم عن طريق الأحلام. الناس بقى اللي بتحلم أحلام ملخبطة دي ملهاش أي معنى خالص، وكذا حلم ورا بعض، أو يحلموا إنهم بيعملوا حاجات غريبة، بيوقفين مثلا على سور عالي فوق سطح عمارة، أو راكبين عربية وبيعدوا فوق كوبري رفيع أوي وهيقعوا، أو بيتخانقوا أو بيتقتلوا أو بيقتلوا، أو بيسافروا عوالم غريبة، أو بيعملوا أي حاجة مش منطقية، بيعوموا في المية، بيطيروا في الهواء، أو بيعملوا أي حاجة كده غريبة ومش منطقية، بيتكلموا مع ناس ما يعرفوهمش. الأحلام دي كلها عبارة عن تفريغ لظلال جواك، أحيانا تفريغ لصدمات كمان. عموما يعني فترة النوم دي هي من أكتر الفترات اللي بيتم فيها عمل تشافي لأجسادك التسعة كلهم، وبيتم كمان أحيانا إنهاء لكرمتك، لأن البعض بيسافر بجسده النجمي لأبعاد تانية خالص، يتعلم حاجة أو يبلغ رسالة أو يتبلغ رسالة أو يصلح مشكلة عملها زمان، أو للأسف ممكن يعمل مشاكل أكتر، ده في حالة إن ما كانش واعي يعني ومستيقظ وعلى طريق الصعود. الأحلام الحقيقة يعني بيقال إن هي العالم الحقيقي بتاعنا، لأن في الأحلام أنت بتتنقل للعوالم النجمية والأثرية، وبتقدر تعرف حاجات كتير قوي. في ناس على فكرة لما بترجع ما بتبقاش فاكرة حاجة خالص، وده أحيانا بيكون لمصلحتهم، لأنهم لو رجعوا هم فاهمين وفاكرين هم كانوا بيعملوا إيه بالظبط، التفعيل مش هيتم، أو أحيانا بيكون معرفتهم دي هينتج عنها تدخل في مصائر وكرمة ناس تانية، فبالتالي بيتم نزع الذكرى دي منهم وهم بيصحوا علشان ما يفتكروهاش. كل اللي بيبقى لك مجموعة مشاهد كده ومعلومات أو كلمات أو أحداث أنت بتفتكرها بالعافية، لأن هو ده المطلوب بالنسبة لمرحلتك اللي أنت فيها دلوقتي. في المرة الجاية أما يجيلك الأرق ده أو تحلم أحلام كتيرة كده مش فاهم منها حاجة، اعرف إن ده أحيانا العقل اللاواعي ممكن يكون بينظف نفسه بنفسه، بيعرض لك مشاهد يخليك غصب عنك وإنت بتحلم تعالج صدمة معينة متراكمة جواك ومتخزنة جواك بقالها كتير، انت كنت مستحيل هتقدر تحلها وانت في عقلك الواعي وفي حياتك العادية يعني، لأن أحيانا ألمها بيكون قاسي جدا عليك، فرفقة بيك يعني ورحمة بيك بيتم يعني معالجتها عن طريق الحلم، علشان لو عملت العلاج ده بشكل واعي انت ما كنتش هتقدر تستحمله. في حاجة بقى هنا مهمة جدا برضو عايزة أقولها لكم. أما يحصل لك الأحلام الملخبطة دي أو الأحلام الغريبة اللي انت نفسك مش عارف تفسرها، أو تلاقي نفسك بتقوم كده في وسط النوم وفجأة وتصحى، اعرف إن أحيانا الرسالة أو المشهد أو الكلمة أو الشخص اللي كان في الحلم ده وانت لسه فاكره حالا بيكون جزء من الرسالة اللي مبعوثة ليك. يعني ممكن يكون في الجزء اللي انت بتفتكره يعني الصغنن قوي ده من الحلم جزء مهم جدا من رسالة ليك، علشان كده مرشدينك صحوك علشان تبقى فعلا متأكد انك هتفتكر الحاجة دي لانك صحيت. لاننا لما بنصحى وبنقوم بقى وبنتكلم وبنروح وبنيجي بننسى الحلم خالص، فهم بيصحوك في نص النوم علشان الحاجة الأخرانية اللي انت هتقوم عليها وانت بتحلم دي بتبقى مهمة قوي، فكأنهم كده بيقولوا لك خلي بالك الجزء ده مهم خليك فاكره.
فأنصحك إن يكون جنبك أجندة أو نوتة أو ورقة وقلم تكتب على طول الحاجة دي. مش مهم يعني حتى لو بخط منعكش، مش مهم تكتب والدنيا ضلمة وتنور النور، مش مهم. المهم إنك تكتب، ولما تصحى إن شاء الله بالنهار ابقى ركز بقى في الحاجة دي وشوف كان معناها إيه. من الأعراض كمان طنين الأذن. وطنين الأذن مش صفير الأذن أو التنقير أو الخبط أو أي حاجة، أنا بتكلم عن الطنين اللي بيجي مثلا كصوت كده زي تردد في أذن واحدة أو في الاتنين سوا، بيجي بقى وبيروح من غير سبب، وطبعا بنكون متأكدين إن ملوش سبب طبي. وأحيانا في ناس في مراحل متقدمة بيعرفوا يتحكموا فيه، يعني كأنهم بيشغلوه وبيطفوه بإرادتهم. فلو بيحصل لك كده طبعا اكشف الأول واطمن إن كله تمام، لكن برضو اعرف إن لو مفيش أي سبب طبي يبقى ده عرض من أعراض الصعود الواضحة جدا ليك. لأن الطنين ده بيعمل كده زي تنظيف لشكر الأذن عندك، وبيعمل برضو زي ضبط للتردد بتاعها على ترددات معينة انت بس اللي هتكون عارف هي ايه بعدين. لأن الجسم الطاقي وقتها بيعمل كده زي عملية كاليبريشن أو معايرة أو إعادة ضبط أو إعادة توافق بين عمل كل الشكرات اللي في الرأس مع بعضه، يعني شكر الحلق والعين التالتة والتاج وشكر الأذن وكمان شكر الأنف، وكمان في شكرة تانية ورا خالص عند يعني نقول إيه، عند بداية فقرات الرقبة من ورا. الحقيقة يعني الشكرات كتيرة قوي وكلهم المفروض يكونوا بيشتغلوا سوا بتناغم تام علشان تقدر تعرف أو تفعل يعني ما يسمى بالسمع الروحاني أو الكلير أودينس. الترددات بقى العالية دي اللي بتنزل على مجالك الطاقي هيكون ليها صوت انت بس اللي هتعرف تسمعه، وهتبدأ تفعل حاسة السمع الروحي عندك زي ما قلت، وتبدأ تتفعل وتتفتح بقى جواك. هنا طبعا لازم أقول إن لو ده بيحصل لك انت بقى لازم تكون بعدها على طول تقوم بعملية تنظيف عميق لكل المعتقدات المخيفة عندك والمعتقدات المعيقة برضو عندك، علشان بمعنى أصح لما تبتدي السمع الروحاني أو الكلير أودينس بتاعك يتفعل ما تسمعش منه غير كل خير. في حاجة كمان، عرض كمان، في ناس قالوا إن ذوقهم اتغير في الأكل. النفور المفاجئ بقى اللي بقى يجي من أكل أنت كنت بتاكله طول عمرك عادي جدا وكمان بتعشقه، زي اللحوم بقى والجانك فود والأكل المصنع والمعلب والأكل اللي فيه سكريات أو دهون تقيلة، أحيانا بقى المشروبات الغازية والسجاير والسكريات والكحوليات والحاجات دي كلها أنت ممكن تلاقي نفسك بقيت تنفر منها بشكل غير واعي، وبالتالي كده بقيت تبعد عنها تماما. لأن كل ما ارتفع التردد بتاع جسمك كل ما هترفض الأطعمة اللي ترددها منخفض بشكل طبيعي. يعني منك لنفسك كده تلاقي نفسك بطلت أكل لحمة، أو تلاقي نفسك بقيت تتعاطف قوي مع الحيوانات فتقرر إنك مش هتاكل لحمتهم تاني، أو تلاقي نفسك بقيت تنفر من ريحة السجاير فطبيعي ما تروحش تشيش مثلا أو تشرب سجارة مع حد، لأن تردد الأطعمة دي منخفض. لأن الأكل اللي بيحمل طاقة الخوف زي لحوم الحيوانات والطيور اللي اتذبحت أو اتربت في الأسر أو تعرضت لعنف وخوف أو تم ذبحهم قدام بعض في مصنع اللحوم بقى أو عند لحام وجزار أو في أي مكان، يعني بيموتوا وهم مرعوبين، بيفضل للأسف جوه جسمهم طاقة الرعب دي كبصمة طاقية متسجلة جوه لحمتهم. الأكل بقى كمان اللي اتعرض لمعالجة كيميائية شديدة زي البطاطس المقلية والعصير اللي بيطلع كله في الآخر مكسبات طعم ومفيهوش نسبة عصير طبيعي غير حاجات بسيطة قوي، كل ده بقى بيبقى حرفيا يعني تقيل على الجسم إنه يهضمه، لأنه مش بيتكون من مواد غذائية فقط، لأ كمان بيتكون من مواد طاقية، وانت جسمك بقى حساس للطاقة، بقى قارئ للطاقة، هيعرف يحس بطاقة الحيوان اللي اتذبح وهو خايف ومرعوب، وهيعرف يحس بطاقة الأكل اللي اتعمل عليه عمليات كيميائية وزيوت مهدرجة ومكسبات طعم ومعرفش ايه، هيعرف يحس بكل ده وبالتالي هيتعب منهم، فبقى يفهمك بشكل غير واعي انك تبعد عن الحاجات دي تماما.
كل ده بيبقى تقيل على الجسم إنه يهضمه، لأن جسمك بيرتقي وبيستيقظ وينبهك بكذا طريقة إن الأكل ده مليان رعب أو مواد كيميائية مضرة. يعني الجسم مش بيرفض الطعم، هو بيرفض التردد، لأنه مطلوب منه إنه يفعل جواه أكواد. الأكواد دي هتتفعل إزاي يا جماعة وسط كمية خلايا جسمك اللي اتعودت تتغذى على مأكولات محملة بالرعب وبالطاقات السلبية وبالحاجات دي كلها اللي كلنا عارفينها يعني. كمان بقى من أهم الأعراض هي الآلام اللي بتيجي في الجسم بدون تفسير طبي، خصوصا في الرقبة والكتاف وأسفل الظهر والمفاصل. وده لأن الجسم المادي عنده ذاكرة، يعني جواه ذاكرة، جواه ميموري، بيخزن فيها بقى كل الصدمات العاطفية والطاقية اللي مرينا بيها ومعالجناهاش. وفي أثناء الصعود المفروض إن الجسم يتخفف من كل الذكريات دي. كل الطاقات القديمة المتراكمة دي بتبدأ تتكسر وتخرج من الخلايا، وده بيحصل أحيانا على شكل ألم مادي فعلي بيتجسد في الأجزاء المادية في جسمك، الأجزاء اللي كانت شايلة الكثافة دي جواها. ودي علامة واضحة إن الجزء ده من جسمك عاوزك تسمعه وتعالجه وتعرف إيه هو سبب وجعه الحقيقي. وفي كمان ناس قالت إن بيحصل لها حساسية جلدية ارتكارية أو هرش يعني بدون سبب، وده بيكون نتيجة إن ذكريات معينة غالبا ليها علاقة بالشريك العاطفي، يعني بالزوج أو بالناس اللي المفروض يقدم لهم يعني العاطفة زي الأم والأب والأبناء، بيكون يعني ليها علاقة بقدرتهم على تلقي الحب من الناس دي، أو بمعنى أصح السماح إنهم يتلقوا الحب بطريقة لطيفة من الناس دي. لأن يا جماعة الجلد هو أكبر عضو في جسمنا، لأنه بيغطي فعليا جسمنا كله، وبواسطة الجلد بنتفاعل مع الحياة كلها، بنلمس ونتلمس ونحس حتى بدرجات الحرارة. الجلد كمان هو حدودك مع العالم الخارجي كله، يعني هو المكان اللي انت بتفصل بيه ما بين الداخل والخارج، ما بين الأمان والاختراق، ما بين ذاتك والآخرين. يعني هو كده بالبلدي حدودك، حدود ملكك يعني. فالناس اللي طول الوقت حاسة إن هي محتاجة تدافع عن حدودها وعايشة في حالة استنفار، أكيد جلدها هو أول حاجة هتتأثر. الناس اللي بتبقى موجودة في بيئات سلبية محملة بطاقات التوتر واللوم والغيبة والحسد، وغصب عنها مضطرة إنها تعيش في وسط المجتمع ده، جسمها وجلدها يعني قصدي بمعنى أصح هو أول درع طاقي بيبقى هو يعني حائط الصد والسد بينها وبين الطاقات دي، فطبيعي هو أول حاجة تتأثر. وعلى فكرة يا جماعة بعض الناس الإمباس المتعاطفين يعني أو قارئي الطاقات المتعاطفين أو المتقمصين بمعنى أصح لطاقات الناس التانية، الجلد كمان بيكون وسيلتهم للتعرف على نوع طاقة الشخص اللي قدامهم أو طاقة المكان اللي هم فيه. يعني بالنسبة لهم الجلد بيكون وسيلة من وسائل الكشف الطاقي اللي هم بيعملوها بشكل واعي وأحيانا كمان بشكل غير واعي. الهرش بقى كمان والحساسية على فكرة ليهم علاقة بدويتو كده بيشتغل سوا. الدويتو ده هو جهاز المناعة والجهاز العصبي. القلق وقلة النوم وكسرة القلب أو الضغط الأسري اللي ليه علاقة كبيرة بالموضوع ده بيخلي ناس يحصل لها الهرش والحساسية دي. وكمان الموضوع ممكن يتطور شوية ويخلي فيه أمراض مستعصية أحيانا بتوصل لعدم القدرة على الحركة، أو أمراض مناعية زي مثلا قلة المناعة أو تساقط الشعر، أو أمراض جلدية يعني بمعنى أصح تخلي الشعر يقع، أو حتى للأسف يعني ألم في العظم أو الأسنان. عموما يعني لأن القائمة تطول جدا، فأنا عاوزاكم تعرفوا إن الأمراض دي زي ما هي رسائل من جسمكم ليكوا، فهي برضو رسائل من العالم النوراني ليكوا، لأن بيكون ليها علاقة بنوع الموهبة الروحية اللي بتتفاعل جوه الدي ان ايه بتاعكوا دلوقتي. الناس اللي بتصدع كتير مثلا يعني بدون سبب، ده بيكون تنشيط لشكرات الراس، وأحيانا بيكون دليل على عدم تناغم سريان الطاقة في المنطقة دي.
وأحيانا بيكون لأن الشخص نفسه بيمارس مقاومة عنيفة للداونلودز، خايف مثلا يقبل الداونلودز دي، أو خايف أو عايش في الشك والتردد بين إنه يصدق أو ما يصدقش، بين إنه يثق إنه في أمان أو يتخيل إنه لسه جوه يعني مكان أو منطقة بتهاجمه بكل الطرق. التردد ده بيخلق جواه ضغط ومنع لسريان الطاقة في المنطقة دي. أتمنى بأمر الله يعني إني أقدر في يوم أعمل فيديو أو مجموعة فيديوهات منفصلة للموضوع ده، لأنه كبير جدا ومتشعب جدا جدا ومحتاج فيديوهات كتيرة قوي. خلينا نكتفي دلوقتي بهذا القدر بالنسبة للجسد المادي، وندخل بقى على الجسد العاطفي، أو بمعنى أصح أعراض الصعود لما بتكون بتشتغل على الداخل، لما بنمر بإعادة تشكيل داخلية. احنا اتكلمنا عن الجسم الخارجي، دلوقتي بقى هنتكلم عن الداخل. من الأعراض الواضحة جدا بتاعة الصعود للجسد العاطفي هو نوبات البكاء من غير سبب واضح، ودي حاجة تبان غريبة شوية، وكلنا أحيانا يعني ما بنحبش نعيط ونقول احنا هنكد على نفسنا ليه، ونقاوم بقى فكرة ان احنا عايزين نعيط. انما الحقيقة ان العياط مفيد جدا يا جماعة. انا عارفة ان هي حاجة غريبة بس هي فعلا حقيقية. نوبات البكاء من غير سبب واضح اللي بتيجي كده فجأة وانت بتعمل اي حاجة، يعني تبص تلاقي فجأة كده موجة حزن مش مفهومة ولا معروف جاي منين، او تمر باحساس من اليأس كده، او تفتكر خيانة حد، او تشوف نفسك مقصر في تطورك مثلا وفي حياتك، مش بتتقدم بالسرعة اللي انت عاوزها مثلا، او عايز حاجة ومش بتحصل، فتبص تلاقي نفسك كل الحاجات دي تراكمت فجأة كده، وبدأت تعيط عياط مش عادي، تعيط وتحس بسخونة في جسمك وكتمة في القلب وصعوبة انك اصلا تبطل عياط. على فكرة ده مش اكتئاب ومش ضعف خالص، ده اسمه emotional purging، يعني تطهير عاطفي، يعني حاجة انت محتاج من فترة للتانية تعملها، لان الجسم بيتخلص من صدمات متراكمة عبر الايموشنال بيرجينج والعياط. صدمات احيانا جاية من الطفولة، على بقى شوية خيبات امل عاطفية، على مشاكل العيال والشغل او قلة المال، او حتى صدمات موروثة من الاجداد، او طاقات كرمية قديمة محبوسة جوه مجالك الطاقي. البكاء هنا والعياط هو الطريقة اللي بتخرج بيها الطاقة المحبوسة دي من مجالك للأبد. المقاومة للأسف بتخلي العملية دي تطول وتتراكم الطاقات دي أكتر وأكتر. الانسياب وسماحك لنفسك إنك تعيط وتفرغ كل الطاقات دي، تمسح وشك وتغسل وشك كده وتمسح عينيك وتشرب حاجة لطيفة وتقوم بعدها تكمل حياتك تاني، هو ده المطلوب منك. بمعنى أصح يعني عيط وفرغ مشاعرك، لأن الدموع دي رحمة من ربنا وكمان جت في وقتها. في حاجة كمان بتحصل يعني من أعراض الصعود الداخلي، وهي فقدان الرنين مع الناس والأماكن. يعني إيه بقى؟ يعني أنت بمعنى أصح بتفقد اهتمامك بيهم، مش لأنك اتغيرت للأسوأ وبقيت متعجرف مثلا بعد الشر، إنما لأن ترددك الطاقي اتغير، فبالتالي قانون الجذب بيتغير. يعني بتبتدي تجذب أماكن وأشخاص ومحادثات وظروف مختلفة تماما عن اللي انت كنت متعود عليهم، لأن دلوقتي ترددك بقى مختلف عن ترددك القديم، فبدأت تحس بتنافر حقيقي مع الناس القديمة والذكريات القديمة والحاجات القديمة. زي مثلا انت يعني لما تكون بتحاول كده تسمع محطة راديو على موجة مختلفة، أكيد مش هتسمعها على نفس المحطة القديمة، لا، انت لازم تحرك مؤشر الراديو على تردد تاني مختلف تماما عن القديم عشان تعرف تسمع الجديد. هو ده اللي بيحصل لك، وده بيكون اسمه الفايبريشنال شيفت، او التردد او تحول التردد بتاعك، لانك انت اصلا اتغيرت، فبالتالي كل القديم ما بقاش على نفس التناغم الجديد بتاعك. وعلى فكرة دي مش دايما نهاية للعلاقات الحالية في حياتك، انما يعني ده بيكون كده حالة من التنظيف للمساحة بتاعتك. انت بتنظف المساحة بتاعتك وتشيل كل القديم منها علشان تعرف تستقبل الجديد. الجديد ده بقى هيكون سول ترايب او قبيلة روحية جديدة لناس زيك عايشين نفس تجاربك وعلى نفس التردد الجديد بتاعك.
كأن كده المساحة دي بتتوجد في العالم بتاعك بالذات علشان تبعد القديم وتفتح مكان للجديد. من الأعراض كمان الواضحة جدا هو موت الإيجو وأزمة الهوية. يعني بتلاقي نفسك كده في محطة ملهاش عنوان، واقف في مكان مش عارف هو ايه ولا حتى عارف انت مين. الأهداف اللي كانت مهمة بالنسبة لك خلاص ما بقيتش حاسس إنها بتعني لك حاجة دلوقتي. اللي انت كنت عاوزه وبتسعاله بكل طاقتك ما بقاش اللي انت فعلا عايزه دلوقتي. بتمر بمرحلة كده بتحس يعني إن مفيش شغف، لأن الشغف بتاع حياتك السابقة مش هو الشغف بتاع حياتك اللي جاية. لأن مفهوم الشغف نفسه بيتم تحديثه ويتعمل له كده أبديت جديد جواك. مفهوم بقى السعادة والراحة والأمل والألم كمان والنجاح والحزن وكل مفاهيم الحياة دي لازم هيجي عليك مرحلة تفقد معناها تماما بالنسبة لك، توصل لمرحلة من التجمد التام. لأن نفس المفاهيم دي هيعاد إحيائها مجددا مرة تانية جواك، لكن بنسختها الجديدة. الأسئلة الوجودية بقى بتاعت لماذا نحن هنا، والأسئلة التانية اللي مليانة مرارة زي بتاعت يا ربي هو أنا عمري ما هرتاح أبدا، ولا هو أنا هخلص إمتى بس يا رب، والكلام ده كله مش دليل على ضياع، إنما دي دليل على موت الإيجو القديم. أنت بتمر بمرحلة من الإيجو دث، موت طبقة جواك اسمها الأنا المزيفة، اسمها الإيجو المزيف، اللي اتبنى على برمجة الخوف وتوقعات المجتمع والناس. بيبدأ بقى يتهاوى من جواك حتة ورا حتة، وده مؤلم لأنك أسست حياتك كلها عليه. أنا فاهمة ده وعارفة قد إيه هو صعب، وبالذات صعب في التوقيت ده كمان علينا كلنا، لأننا اتولدنا محدش علمنا يعني كل ده في المدرسة. بالعكس، يعني أغلبنا اتولد ولقى قصاده كمية مشاكل أسرية وهو بيدفع يعني تمنها من حياته من صحته لغاية دلوقتي، بيحاسب على مشاريب ما شربهاش بمعنى أصح. وأحيانا كمان التنمر اللي بيمر بيه في المدرسة وفي محيط العمل أو الجامعة، أو نقص الوفرة أو نقص إحساس الأمان كلها جواه يعني. كل ده بيخلي الأنا المزيفة دي تتضخم جواه كحماية ليه. فدلوقتي احنا المطلوب مننا نقعد كده قصاد الأنا المزيفة دي كده بهدوء، ونبعت لها رسالة وداع، نقول لها دلوقتي يا ست الكل ميرسي جدا على تعبك ووجودك زمان عشان تحمينا بطريقة قديمة عفى عليها الزمن، بطريقة انتي كنتي شايفة ان هي مناسبة لينا، بس خلاص دلوقتي ما تنفعش، واحنا ممتنين لحمايتك دي. تقدري من فضلك دلوقتي تاخدي بعضك كده ومع السلامة، لأن عملك خلاص انتي أتممتيه. ميرسي جدا، دلوقتي تقدري ترتاحي وتاخدي إجازة للأبد، لأن احنا في أمان الحمد لله وأقوية، وكل يوم بنتعلم مهارات روحية ونفسية ومادية كمان، بننميها وبنزودها وبنوصل بيها لبر الأمان. الحمد لله خلاص مش محتاجين الزيف تاني، احنا عايزين الحقيقي، عايزين الهوية الحقيقية اللي مش محتاجة موافقة حد ومش مبنية على خوف ولا على عادات وتقاليد مضرة، لأن بعض العادات والتقاليد للأسف مضرة وعقيمة. من الأعراض الصاخبة برضو للصعود هو الليلة المظلمة للروح، The Dark Night of Soul. يعني دي من أصعب وأكثر المحطات ظلاما يعني اللي بنمر بيها كلنا، لأن دي بتكون محطة الانهيار التام لكل اللي انت عارفه وتعودت عليه. وأحيانا يعني كل اللي انت تعرفه عن نفسك أو عن الآخرين بينهار. وأحيانا الشيء اللي بيحفز حدوث الليلة المظلمة للروح بيكون صدمة فجائية، أو مجموعة أسباب كده جاية ورا بعض تغير حياتك تماما، تخليك تبص للدنيا بشكل انت أول مرة تشوفه. الليلة المظلمة للروح يقابلها في التاروت كارت البرج. كارت البرج بناء ضخم صخر كده فوق الأرض وعالي، بيتم ضربه بصاعقة إلهية من السماء علشان ينهار تماما على الأرض. يعني الليلة المظلمة للروح بتكون بترتيب إلهي جاي بس علشان يقولك أنت محتاج تشيل البرج العالي المزيف ده وتسويه بالأرض، وبعدين تبني الحقيقي، تبني الصح.
أحيانا التريجر أو المحفز لدخولك لليلة المظلمة للروح ده بيكون عن طريق صدمة أو انهيار صحي أو مالي أو خيانة حد مقرب منك للأسف، أو موت حبيب برضه بعد الشر، أو حتى والله دخولك الفجائي كده في تجربة روحية عميقة بدون قصد، أو مرورك باعتداء طاقي. كل ده بيحصل كهدم لكل اللي ما بقاش يناسبك. بس يعني على قد صعوبة الهدم ده وعلى قد ما هو صخب وعنيف كمان، على قد ما هو مهم، لأنك عن طريقه انت هتعمل نسف تام للماضي قبل ما تبتدي تحقق الصعود والاختراق لطبقات وعي عليا بشكل مباشر. يعني break down before the breakthrough، يعني الانهيار قبل الصعود، لأنك مش هتعرف تصعد بمعنى أصح وانت شايل لسه جواك كل المعتقدات والأسباب والأفكار دي، وانت لسه عايش بطريقتك القديمة. فلازم كل القديم ده يعني يتسوى كده بالأرض، ونبدأ بقى بسم الله الرحمن الرحيم على نظافة. من الأعراض كمان على فكرة اختلاف ذوقك في اللبس أو اختلاف أفكارك، أو تلاقي نفسك بقيت تتكلم بطريقة مختلفة تماما، بتستخدم تعبيرات وألفاظ انت ما كنتش بتستخدمها قبل كده. تلاقي نفسك بقيت تحب تروح أماكن مختلفة تماما عن ذوقك القديم، وبقيت ما بتخافش تعيش حقيقتك. يعني اختيارك كمان لأصحابك بقى مختلف، اختيارك لمواعيد نومك وشهيتك للأكل بتختلف، بقيت بتحط نظام حياتك بشكل مختلف. ثالثا بقى هنتكلم عن أعراض صعود الأجساد الطاقية. لما البصيرة بتتفتح الحمد لله نتيجة شغلك على الجسد المادي والجسد العاطفي، وبعد مرورك بالليلة المظلمة للروح وأغلب أو جميع كل الأعراض السابقة. أول وأشهر عرض من أعراض الصعود دي هو التزامن والأرقام المتكررة والحروف المتكررة والأحداث المتكررة والكلمات المتكررة. الحقيقة بقى تكرار ظهور الحرف والاسم واللون والكلمة والشخص والظرف والحدث، كل ده بيتكرر قدامك كتير كتير كتير، لأن فريق إرشادك الروحي بيحاول يلفت انتباهك لحاجة. انت بتبقى عامل زي ما تكون باصص قدامك مثلا، وفريقك الإرشادي واقف وراك وعمال يقولك بس بس لف بس كده، لف بص هنا هنقولك حاجة، فانت مطنش ومكمل باصص قدامك. فيعملوا ايه؟ يبتدوا يلفتوا نظرك بحاجات لا ريب فيها. يعني تبص كل شوية على الساعة تلاقيها 11 تبص على التايمر بتاع الميكرويف تبص تلاقيه مثلا 1:11. معرفش حد بعت لك رسالة فتلاقيها مبعوتة لك بتاريخ 11:11. الأرقام بقى المتكررة والحاجات دي كلها والحروف والرسائل وأسماء الناس الكتيرة اللي بتظهر فجأة ورا بعض في حياتك دي، ده بيكون فريق إرشادك الروحي والكوني قريبين جدا جدا منك، وتعبوا من كتر كلامهم ليك وانت باصص بعيد في حتة تانية خالص مش واخد بالك. فالكون كله بيتآمر من أجل إيصال الرسالة ليك. تبتدي الأول تشوف رموز أو كلمات أو حروف بسيطة، 1 1 1 2 2 2، أو يتكرر لك حرف أو اسم شخص أو كلمة. تفتح الواتساب تبص تلاقي حد بعت لك كلمة بكرة، تشغل التلفزيون تلاقي إعلان بيتكلم عن بكرة، تقفل كل ده وتفتح اليوتيوب تلاقي أغنية بتتكلم عن بكرة، فتفهم إن الكلمة معاها بكرة. طب بكرة إيه؟ بكرة هيحصل إيه؟ أنا مش فاهم حاجة، أنا مش عارف، الحقوني يا جماعة اللي عندهم خبرة يفيدوني. فتفضل بقى قاعد بتفكر يعني إيه بكرة؟ الكلمة دي بتتكرر لي ليه؟ 11 بيتكرر لي ليه؟ الناس تقول بوابات تقية، وناس تقول لا دي حاجة وحشة، ناس تقول دي حاجة حلوة، ناس تقول خلي بالك انت ربنا بيكلمك، ناس تقول حاجات، وانت في الآخر رايح جاي بين كل التفسيرات دي ومش عارف حاجة، وجايز بتدخل جوه دايلما وإحساس بعدم الفهم أكتر وأكتر. والحقيقة إن كل ده بيكون مطلوب، لأنك لازم تحس بكل ده علشان تبدأ تلاحظ، تعرف تلاقي جواك نقطة هدوء وسكون تدخل جواها وتقفل باب كل التفسيرات دي، وتبتدي تسأل روحك، تسأل الحد الوحيد اللي انت ما سألتوش عن معنى الأرقام والحروف المتكررة. تسأل روحك. لما هتبتدي تلاحظ وتتعلم وتاخد بالك وتدخل جواك وتسأل وتستنفذ كل الحلول بقى، هنا هيتم إرسال الدفعة اللي بعدها من الرسالة، لأن الجزء الأولاني خلاص وصل، الجزء التاني لسه ما وصلش. الرسائل بتوصل على أجزاء يا جماعة، مش مرة واحدة،
نادرا لما بتوصل مرة واحدة، هي أحيانا كتير قوي بتوصل على شكل أجزاء. الأجزاء اللي هتيجي بعد كده هتكون أكثر تعقيدا شوية، والهدف منها بقى تدريبك على الملاحظة أكتر والفهم أكتر وأكتر. تلاقي تكرار الأرقام بقى غريب شوية، الميكس بتاع الأرقام بقى غريب شوية. تلاقي مثلا 2 8 9، أو يجيلك حروف زي ر وسين أو ألف وميم، أو يتكرر لك أسامي ناس مثلا رحمة أو عادل أو أحمد أو معرفش مين، أو تلاقي اسم بلد أو اسم أكلة أو أغنية ترن في ودنك دون انقطاع. كل ده رسالته بتختلف باختلاف الشخص المتلقي. في حكاية مثلا عن واحد قال إنه كان بيظهر له رقم 96، ودور على معناه كده، لقى معناه إن في اتصال من السماء بيتم في الوقت ده، أو معناه يعني إن أنت في لحظة اتصال سماوي. فبدأ يركز كده وياخد باله أكتر، وفهم فعلا إنه في التوقيت ده بيكون بيوصله معلومة عن طريق حد بيكلمه أو فيديو بيشوفه أو حاجة بيفكر فيها، فيظهر وقتها الرقم ده قدامه 96. بقى يلاحظ كمان إن الرقم ده لما بيتعكس بيبقى 69، بيكون المعلومة جاية من جواه للخارج. فاهمين؟ يعني الأول المعلومة كانت بتيجي من فوق ليه، إنما دلوقتي المعلومة بتبقى خارجة منه للسمع، كأنه بيكون في حالة مناجاة مثلا، ربنا بيدعيه بيكلمه، فيلاقي الرقم ده ظهر قدامه فيعرف إن فعلا هو مسموع. فاهمين الرقم لما بيتعكس عمل معاه إيه؟ خلاه يفكر شوية، خلاه يبحث شوية ويلاقي حل، أو يلاقي يفهم رسالة الرقم دي كانت إيه أصلا. في مثلا واحدة تانية قالت أنا كنت بقابل ناس كتير قوي ورا بعض، قعدت فترة كده في حياتي كل ما قابل واحدة يطلع اسمها رنا، أو يتكرر الاسم قدامي وناس بتتكلم كده، أو أبقى راكبة المواصلة بتاعتي أو عربيتي أو الميكروباص أو أيا كان، أبص ألاقي حد في الشارع بيقول رنا، إعلان أو كلمة في كتاب أو أي حاجة، رنا 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 في كل حتة. الحقيقة هي قالت أنا مكنتش فاهمة بالظبط ده كان إيه. قعدت تدور طبعا ورا معنى الاسم، لقيت إن مفيش حاجة شداها، لما يعني معنى الاسم مش ما يعنيش حاجة ليها بمعنى أصح، فسكتت وسابت الموضوع ونسيته. بعد فترة كده جت قدامها معلومة في كتاب كانت بتقراه. المعلومة دي كانت بتتكلم عن إن في حاجة جوه الجسم البشري اسمها رنا، يعني RNA. في حاجة جوه الجسم البشري اسمها RNA، وده هو الحمض النووي الريبوزي، وجزء حيوي أساسي بيشتغل كده زي رسول وناسخ للشفرة الوراثية جوه DNA نفسه. وظيفته إن يقرأ التعليمات الجينية وينقلها من مكان لمكان، مترجم يعني أو قارئ رسائل. ودي كانت بالنسبة لها هي معلومة مهمة جدا، خلتها تربط الخيوط كده ببعض وتفهم رسالة الإرشاد الخاصة بيها كانت إيه بالظبط. الموضوع بيجي بالشكل ده يا جماعة، يعني الإرشاد بيحصل الأول إن يتبعت لك جزء سهل من المعلومة تفهمه، فتبتدي تلاحظ وتركز، فيتبعت لك جزء أكبر شوية، وانت بقى وشطارتك في تجميع الصورة. ممكن مثلا تروح تعرف معنى الرقم اللي بيظهر لك ده ايه، او لو بيظهر لك حرف تحوله الرقم، وتشوف مثلا وقت ظهوره كان بيحصل لك ايه. هل كنت سعيد، هل كنت بتعيط، هل كنت بتفكر بشكل سلبي، لان ممكن يكون الرسالة بتاعة الحرف او الرقم دي انك فكر بشكل ايجابي، انت بوابة السماء مفتوحة بالنسبة لك مثلا، او دعائك دلوقتي مستجاب، فاتكلم كويس، استغل الطاقة دي في حاجة حلوة. ممكن لو حولت الحرف القيمة عددية مثلا يطلع لك رقم 200، فيبقى مثلا ده الرقم 200 ده حل أو مساعدة يعني من عالم النور ليك، إنهم بيقولوا لك استثمر مبلغ 200 ده في الحاجة اللي انت كنت بتفكر تستثمره فيها. أو لما يظهر لك الرقم بتاع 200 ده اعرف إنك هتتلقى الجزء الثاني من الإرشاد. أو رقم 200 ده هيكون وش استعد عليك مثلا لما تختاره، وانت بتشتري شقة، اختار شقة يكون رقم العمارة مثلا أو رقم القطعة 200. يعني بصوا يا جماعة، الأفكار والتحليلات
والتفسيرات للحرف وللكلمة وللرقم لا تنتهي، وبتختلف على حسب ظروف كل واحد فينا، وكمان رسالتها بتكون مختلفة على حسب مهمة كل واحد فينا في الحياة. مهم أيوة إن أنت تروح تسأل وتطلب إرشاد وتطلب مساعدة من الناس، إنما زي ما قلت لك معنى الرسالة الحقيقي هتعرفه من جواك. أحيانا على فكرة تكرار اسم محدد بيفكرك بشخص، إنك لما تفتكر الشخص ده وتروح تكلمه فإن شاء الله كده هتلاقي عنده هو الجزء التالي من المعلومة أو حاجة مهمة أنت المفروض تعملها معاه، فتبقى وش السعادة عليك. أحيانا إنك بيبقى مطلوب منك إنك تردد الاسم ده، لأن لو اتكلمت أو نطقت الاسم ده بصوتك هيكون زي تفعيل طاقي جواك. أحيانا بيجيلك إنك تردده بعدد معين، أو مثلا زي أسماء الله الحسنى لما بيجيلنا كده رسالة إننا نقولها بعدد معين، بنكون وقتها بنفعل طاقة معينة جوانا على مستوى الخلايا، يعني بترتب نفسها كده بشكل معين علشان تساعدنا. فتكرار الاسم أو الرقم بصوتك بيفتح جواك باب معرفة، أو أحيانا يفك بلوك طاقي في منطقة معينة جواك. مهم هنا نبقى فاهمين إحنا بس بنقول إيه وإمتى وكم مرة، لأن الترديد بدون نية طاهرة وبدون سبب مهم بيخلي الهدف ممكن يشتغل ضدك مش معاك. افتكروا دايما إن بوصلة الفعل هي النية، فخلوا دايما نيتكم خير. وتكرار الأرقام والحروف والأسامي يعني عالم كبير جدا جدا جدا، وعلم علم الأرقام وعلم الحروف عالم تاني كبير جدا. المفروض إنك تاخد منه اللي يتماشى مع روحك، مش تعتبره أمر مسلم بيه. لما حد يقولك خد اكتب الرقم ده هيجيلك $1000 النهاردة ولا معرفش هيجيلك كام، تصدق على طول. ممكن يشتغل معاك لأن نيتك صادقة ونيتك طاهرة، بس برضو زي ما قلت ممكن يكون بيأذيك على مستوى تاني. فخد إرشادك من روحك، مش من كلام الناس التانية وأرواح الناس التانية، لأن كل واحد فينا بيجيله المهمة المتناغمة مع وضعه الحالي. لو رحت أخدت حاجة من حد عشان نفعت معاه ممكن تنفع معاك انت كمان، بس برضو ممكن ما تنفعش أو تكون هتوقف لك حاجة أهم بكتير كانت هتحصل. فخد إرشادك من روحك ومن مرشدينك، واطلب إن الرسائل تجيلك بشكل أوضح وأسهل وأيسر. مش معنى إن الرسالة صعبة بالنسبة لك تاخدها كده كأمر مسلم إن هي صعبة وأنا تعيست وفاشل ومش عارف أفهم. لأ، أنت ممكن تتكلم وتقول أنا عايز رسائل أوضح، أنا عايز رسائل أقصر، أنا عايز رسائل أفهمها أسرع. اطلب، ربنا فاتح باب السماء دايما للدعاء، ودايما دعائك مسموع. طول ما انت في تدفق طاقي مع الكون هيفضل الكون شايفك وبيرد عليك وانت على المسار الصحيح. من أعراض الصعود الطاقية برضو خفقان القلب واتساع شكر القلب. احنا في فترة تفعيل القلب الخاص بالبعد الرابع والخامس، فطبيعي يعني ان ناس كتير تحس بالخفقان ده دلوقتي، خصوصا قبل ما يعملوا قفزة كمية ويدخلوا في خط زمني جديد. النبضات أو الرفرفة في الصدر من غير سبب طبي أحيانا بتكون معاها كمان موجة حب مفاجأة غامرة تجاه ناس أو الطبيعة أو الحيوانات من غير سبب واضح. ده بيكون معناه إن شكرة القلب بتتمدد وبتشيل الدروع الطاقية القديمة اللي اتحطت حواليها جوه برمجة سلبية سجنتها بسبب الجرح والصدمة. الموضوع ده بيكون انتقال من وعي غريزة البقاء إلى وعي الأبعاد العليا اللي بتشتغل بوعي الحب الكوني. أما تحس بالانقباض والتوسع ده في قلبك، اعرف إنه مدام مفيش سبب طبي يعني الحمد لله، يبقى ده تفعيل لشكر القلب وشكر القلب العلوية كمان بالذات. سيبوه يحصل، ما تخافوش مدام الإحساس ده بيحصل بدون سبب طبي. وأنا بكررها تاني لأن لازم الأول نكشف ونطمن. من الأعراض التانية برضو اللي بدأت تظهر خصوصا بعد سنة 2025، وهي كانت بتحصل قبل كده بس ناس أكتر بدأوا يقولوا إن هي كمان بتحصل معاهم، هي تشوه الوقت. تشوه إحساسك بالوقت، يعني إحساسك اختلف جدا بالوقت. اليوم بقى يعدي وانت حاسس إنه ساعة، وأحيانا العكس، اليوم بيطول وبتعمل فيه حاجات كتيرة قوي قوي قوي.
تبص على الساعة تلاقيها 4، فتقوم تعمل غدا وتنزل وتلبس تروح مشوارك وترجع تتكلم في التليفون وتفتح مسلسل ولا فيلم تتفرج عليه أو تطلع كتاب تقرأ فيه، وعينك تيجي على الساعة كده تلاقيها 6. تقول الله، أنا عملت كل ده في ساعتين؟ طب إزاي؟ أو العكس، تلاقي الوقت بيجري منك جري، وده لأنك بدأت تخرج من وهم الزمن الخطي. احنا تعودنا ان الزمن خط واحد ماشي دايما للأمام بسرعة محددة وثابتة. اليوم فيه 24 ساعة، والساعة فيها 60 دقيقة، والدقيقة فيها 60 ثانية، والماضي ورانا والحاضر احنا فيه والمستقبل قدامنا. اللي بيحصل بقى ان كل البناء ده بيتغير لانك بدأت تتصل اكتر بحالة الآن، تبقى حاضر في الوقت الحاضر، تتخلى عن الماضي ومش شاغل نفسك بالمستقبل، تبقى عايش جوه the eternal now اللي هي وعي البعد الأعلى. لأن في الأبعاد العليا مفيش خط زمني، كل اللي موجود هو حاضر ممتد. كمان الأعراض الطاقية هي ظاهرة الأحلام الحية وظاهرة الخروج من الجسد عبر السفر النجمي. الأحلام الحية اللي هي اللوسيد دريمينج أو الأحلام الواقعية بقى، لما أحلامك بتبقى أوضح من الواقع كمان، لدرجة إن وإنت بتحلم أحيانا تحتاج تقرص نفسك عشان تتأكد إنك مش عايش في الواقع وإن ده حلم، لأن بمعنى أصح الحلم والواقع بقوا شكل بعض جدا. لما بتصحى وانت حاسس انك رحت حتة حقيقية كده، اماكن بقى على كوكب الارض او حتى في كواكب تانية، او بتقابل مرشدينك او تتواصل مع حبايبك اللي ماتوا، او حتى تشوف كوابيس، لان احيانا العقل الباطن بيعالج كمية ضخمة من الصدمات اثناء النوم زي ما انا ما قلت، وبالتالي ممكن احيانا يحصل كوابيس، فاعرف ان هي مش شر، هي تطهير. والسبب التاني ان الروح بتسافر في الابعاد النجمية، بتعمل استرال بروجيكشن اثناء نوم الجسد، كأن الروح بتتحرر كده مؤقتا من ثقل الجسد وتروح ابعاد تانية تتلقى دروس او تعمل مقابلات على مستوى الروح مع ارواح تانية. من الاعراض كمان هو الماندالا افكت، او تغيير الاحداث بشكل فجائي انت مش عارف ده حصل ازاي. تقوم كده في يوم من الأيام وانت عارف ان فلان الفلاني مات، وانت فعلا رحت عزيت فيه أو كلمت قرايبه وعزيت فيه، وتفاجأ انه ما ماتش، لسه عايش. او ان كلمات أغنية انت حافظها ظهرا عن قلب اتغيرت، او ان حاجة عندك بالبيت كنت فاكرها ضاعت بقالها كتير وقلبت الدنيا عليها وفجأة تلاقيها محطوطة قدامك بدون سبب. ده حرفيا بيكون معناه انك بدأت الدخول في خطوط زمنية مختلفة بشكل عشوائي وبشكل مش مقصود، فبقيت تروح في وقت الشخص ده فيه مات، وتروح برضه في وقت الشخص ده ما ماتش. بقيت تروح في خط زمني الحاجة اللي ضاعت منك دي خلاص ضاعت، وتروح في خط زمني تاني برضه الحاجة دي لسه ما ضاعتش. من الأعراض التانية كمان اقترابك بقى وحبك لكل الكائنات الحية بما فيهم كوكب الأرض والنجوم والكواكب بشكل غير مفهوم، بتحبهم حب غير يعني قابل للتعبير، لأنك بدأت تدرك إن هم صور منك وإنت صور منهم، وإن على مستوى ما كلنا مخلوقات ربنا، اتخلقنا من الواحد وكلنا متصلين ببعض. فبقى مستحيل عليك إنك تأذي بشر أو حيوان أو حتى حجر، أو حتى تدعي على حد أو تسبب مشكلة لحد، لأنك فهمت إن على مستوى طاقي كلنا متصلين ببعض، وما واحد منهم بيتأذي أنت كمان ممكن تتأذي. وفي النهاية عاوزة أقول إن الأعراض أكتر من كده بكتير، وكل واحد بقى على حسب الموهبة الروحية اللي بتتفاعل جواه، وبرضه على حسب عقد روحه وعلى حسب رغبة روحه وعلى حسب ربنا رب العالمين رب الأكوان مقدره ليه. عاوزة برضه أقول إن الصعود مش سباق، والمفروض ما يكونش معركة، ما يكونش معركة مع ذاتك أو مع أهلك أو زمايلك أو مجتمعك. أهم حاجة كمان في المرحلة دي هي التجذر، الجراوندينج أو التقريض، ودي هي أسهل وسيلة بتخلي الترددات العالية اللي بتنزل عليك دي بتثبت في الجسم المادي من غير ما تربكك، من غير ما تسبب لك أعراض صعود صعبة. أنا عملت فيديوهين قبل كده عن
أعراض الصعود وعن ليه الإجهاد بيتم وإيه هي الأشعة اللي بتيجي من الشمس، وعملت فيديو تاني عن البلازما، وعملت قراءة طاروت عن الحاجتين دول قبل كده. هسيبهولك إن شاء الله في الديسكريبشن بوكس في صندوق الوصف عشان لو حابب تبص يعني بشكل شامل على الموضوع. التجذر بقى يا جماعة نرجع له بقى تاني، لأنه هو ببساطة كده أسهل وأحسن حاجة هتقدر تعملها لنفسك دلوقتي. إنك مثلا تطلع تمشي حافي على الأرض، على الرملة أو في جنينة أو في أي مكان، تلمس بقى الشجر، تلمس الحجر، تتعامل مع الطبيعة وتقعد في الطبيعة، تتنفس الهواء النقي، تلمس المية، تلمس التراب، يعني تعيش كده قريب من الأرض. كمان تاني حاجة هتساعدك هو شرب المية النقية بكميات كافية. والمية مش بس للجسم يا جماعة، لأن هي أصلا ناقل طاقي بتسهل سريان التيارات الطاقية الجديدة دي جوه جسمك. الأهم بقى من الحاجتين دول هو التعاطف مع نفسك من غير مقاومة، لأن مش لازم تفهم كل حاجة بتحصل لك دلوقتي. لازم بس تكون يعني في ثقة ويقين إن ربنا جنبك ومعاك، وإن كل حاجة هتفهمها أكيد في وقتها المناسب. انت في مرحلة الجسم بيتولد فيها من جديد، الولادة بتكون مؤلمة وبتاخد وقت، وبتتطلب منك انك تثق في العملية حتى لو مش شايف خط النهاية فين. شكرا ليكو، ممتنة ليكو ولصبركو على الفيديو الطويل ده، وممتنة لكل تعليقاتكم ولدعمكم واهتمامكم وحبكم واللايكس والشير والدعوات الصادقة الجميلة اللي طالعة من قلبكم النقي، يا رب ترجع لكم أضعاف مضاعفة. شكرا لقلبكم الطاهر ولحبكم الجميل ولدعمكم المستمر ليا، وشكرا للسوبر ثانكس، وشكرا للناس اللي اشتركت في القناة. يعني أنا فرحانة جدا، ربنا يجعل لكم في قلبكم فرحة غامرة تسعدكم وتنسيكم كل هم ووجع. لو حسيتوا إن الفيديو ده وصف حاجة بتعيشوها أو لمسكوا بأي شكل ما، شاركوه مع حد تحبوا إن هو كمان يكون عارف المعلومات دي أو يكون محتاجها. والتعليقات أكيد مفتوحة ليكم تحت الفيديو، تقولوا لي أكتر حاجة أنتوا مريتوا بيها إيه، أو تقولوا لي كمان أكتر حاجة حابين نتكلم أكتر عنها إيه. شكرا ليكم، وسلام عليكم.